أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام عبر قناة طلائع فلسطين وحلقة جديدة من ما وراء السطور. يعني للحديث عن موضوع تعاني منه فئة النساء بشكل خاص، والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة ما بين قانون سن الحضانة بعد الانفصال، وهل هنالك تطبيقا للقانون أم قهرا للأمهات؟ يعني دعوني أرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة اعتدال الشامي المحامية. أهلا وسهلا فيك، نورتيني. أهلا وسهلا فيك في قناة طلائع فلسطين. يعني بداية أستاذة اعتدال، في هيك سؤال يعني بيجي في الذهن بالبداية: هل المرأة في المجتمع الفلسطيني منصفة من قبل المجتمع بشكل عام في التعليم، في التعبير عن الرأي، في سن الحضانة لأطفالها، في العمل؟ دعينا نتحدث عن هذا الموضوع في البداية. بالنسبة لمجتمعنا يعني تقول يعني لو يعني في بعض الإنصاف وبعض الآخر لا. يعني بالنسبة للمرأة هي أخذت حقها في التعليم، أخذت حقها في الوظيفة، لكن العوامل أو البيئة اللي هي محيطة بها هل هي أعطتها هذا الحق؟ التربية نفسها أعطتها هذا الحق؟ ممكن يكون أعطتها حق التعليم لكن ما أعطتهاش حق الوظيفة. لا، تتزوج وهي حرة، زوجها يعلمها يكملها تعليمها يوظفها، هو حر. أما أنا ما عنديش بنات تتوظف. هذا كتير 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 بنسمعها. يعني البنت تخلص تعليمها وتتطوق إن هي تشتغل وتعتمد على نفسها. صحيح. ويكون إلها يعني شخصيتها أو اللي تسقلها في المجتمع، لكن تنصدم بالعادات والتقاليد، تقاليد الأب والإخوة في البيئة اللي هي محيطة فيها. أحيانا في أسر يعني بتسمح لبناتها أنهم يعني يمارسوا عملهم بعد التعليم الجامعي وعادي تمشي أمور، لكن في هذول قلة. بس الأكثرية تقول لك لا، هي تتزوج وتفتح بيت، وهو البيت والزواج هو مستقبلها. المستقبل احنا مش محتاجين منها إشي. برغم يعني ضيق الحياة، وبرغم من هذا هو يعني كيف بس بده يبعد هالبنت هذا عنه بعبئها، بكل أعبائها، من عبء تربية، من عبء يعني زي هيك بتلاقيه يعني فعلا في تشدد. بس بالنسبة للوظيفة تلاقيه بالعكس يعني. في متقبلين يعني أسر بتكون منفتحة تتقبل إنها البنت يعني تشتغل لحد ما الله يعني يبعث لها زوج يستر عليها وتفتح بيت. أنا هيك شايفة يعني. يمكن الحكاية إنه هو إنه ما تأخذش حقها في التعليم تقلصت مع مرور الزمن والتقدم. صحيح. يعني صار الناس هلقتها متخزنيش ربة البيت الجاهلة بتعرف يعني على وسائل الاتصال. صحيح. يعني دائما نتحدث في شق الحلقة، وهو المقصود بحضانة الأطفال لديكم في القانون. المقصود بحضانة الأطفال هو هذا أهم إشي تطرق إليه القانون، سواء كان القانون القديم 2009 أو 76 أو القانون الجديد اللي هم أقروا المجلس التشريعي ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ونحن نطوق على أنه هو يتنفذ فعلا في أقرب فرصة. هو إيش يعني هو حضانة أطفال؟ يعني أن المرأة عندما تستحيل الحياة الزوجية بينها وبين الزوج، فيصبح اللي هم الأولاد هم ضحية. فتبدأ من هنا المشاكل. صحيح. تبدأ المشاكل أول إشي تبدأ بالنفقة. صحيح. وهل الأب يستطيع أنه يدفع النفقة أو لا؟ وبعدين نتطرق إلى اللي هو نفقة الأطفال. طيب، وبرضه المنازعات اللي بتصير في المحاكم ما بين إنه الطفل كان صغير وبعدين كبر راح مدرسة، هذا كمان بده نفقات زيادة. ومن هنا برضه في نزاعات وإشكاليات كثيرة يعني في المحاكم. ترجع كمان يعني كل هذا بصب وين؟ في حضانة الأطفال. طب السن القانوني للذكر حضانة الأطفال هي السن أهم شرط، يعني أهم مبدأ في القانون الحوالي الشخصية، أو أهم
مادة هو حضانة الأطفال. ليش؟ لأنها حضانة الأطفال تعتمد على تنشئة طفل بده رعاية، بده تنشئة صحية، بده عطف، بده حنان. فأعطى القانون أنصف المرأة شوية أن هي تكون سن الحضانة بإلها حتى بعد الطلاق، حتى بعد يعني تنفصل أو تنحل هذه العلاقة، بيكون اللي هو الحضانة لإلها. لكن هل أنصفها في سن الحضانة، يعني حضانتها تستمر لأبنائها الفترة اللي هي محتاجة إن هو تشوف ابنها فعلا يعني يعتمد على نفسه؟ قال لك لا، في القانون القديم ولا ما زال يعني يعمل إبو في الضفة الغربية اللي هو قانون 76 ما زال في الضفة وبيطبق. قال لك لا، الولد يكون 9 سنة يعني 7 سنوات والبنت 9. صحيح. في المستشريعي لما أقر القانون الجديد، قانون الحماية الشخصية الجديد، قال لك لا، بدنا نمده، نحن نمده، ماخدين بعين الاعتبار الظروف والبيئة المحيطة بهذا الطفل. كمان انه بمر في سن مراهقة بيحتاج وجود الام بجانبه. انا جاي في التخيير يا استاذة. تفضل. هل قال لك لا، خلينا نمد شوية، طالما ان الام عايشة لابنائها وهي يعني عندها المقدرة في تربيتهم، لا خلينا نمد سن الولد ل 11 سنة والبنت ل 13 سنة زي هيك. وإن شاء الله بإذن الله يكون فعلا يعني هذا فعلا يعني بريح كتير ناس يعني، أو أسر كتير بتعاني منها. وبنشوف كتير يعني أسر فعلا يعني قدام عيني أم تبكي لأنه أخذوا بنتها بعد ما وصلت لسن 17 سنة. هي وربتها وقعدت عليها وما تزوجتش وربتها تربية صحيحة وفي بيئة مناسبة وعلمتها الدين والتقوى وأخذوها منها. طب على هذا الغرار، في أي حالة تسقط حضانة الأم لأطفالها؟ تسقط حضانة الأم، يعني هو برضو المشرع لما أعطى الأم حق الحضانة ضيق عليها شوية. هل أنت هتقدر أنك أنت تربي أولادك بعد الحلال العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق بالمقدرة اللي كنت فيها عند زوجك؟ هذا أول إشي. فبرضو بياخد بعين الاعتبار أول حاجة البيئة، المقدرة البدنية، المقدرة الجسدية، البيئة المحيطة بتربية الطفل. يعني مثلا تاخد ابنها بس البيئة، يعني مثلا بتقدر تقول أنا موظفة بقدر أربي، أنا لسه يعني الحمد لله صحتي منيحة بقدر أربي، ماديا بقدر أربي، وكمان نفقته وكمان من والده يعني حيعيش. لكن هل البيئة اللي أنت بدك تربيه فيها وتركك العمل، ترك أبنائك وتروح على العمل، هل أنت أمينة على هالطفل هذا كيف يتربى؟ طب أنت البيئة اللي أنت فيها هل هي بيئة صالحة أم بيئة فاسدة؟ مش شرط تكون فاسدة يعني عفوا يعني إن هو مثلا يكون أهلها مش كويسين سمعتهم، لا ممكن تكون في بيئة مثلا الأولاد مثلا يعني الشارع فيه بيتاجروا مخدرات، ما حطش أنا ابني يكون جيرانه تجار مخدرات. هذه كل هذه الأسئلة بتنسأل المرأة في القانون. القانون الجديد حط المعايير هذه. حتى القانون القديم. وفي حاجة كمان إن لو ما كانتش الأم تنازلت عن حضانة أولادها يرجع كمان اللي هو حضانة للأب. برضو بياخدوا معيار الإنفاق، معيار المأوى، معيار الأمان لهذا الطفل. وهل هو فعلا حيكون عليه أمين أو في إيد أمينة بعد ما هو يكون مثلا في عمله أو إشي؟ هذا هو معيار الإنفاق والقدرة المالية كمان أساس.
طب لو تحدثنا أنه الأب بشكل عام تنازل عن الحضانة لطفله يعني بشكل كامل للأم، ما هي الإجراءات المتبعة في القانون؟ إذا فعلا أهم حاجة اللي هو إذا تنازل الأب للأم بالحضانة للأبناء، في لها معايير برضه يا أستاذ. يعني المعيار الأول اللي هو عدم المطالبة بالحضانة مرة تانية، تسقط عنه، تسقط. لما أنت تنازلت إلها محض إرادتك عن الحضانة تسقط. جميل. في أي الأحوال ما عدا يعني في حاجة اللي هو بيشترطوا عليها في الحالة هذه إن هو ما تتزوج، إنها فعلا يعني تتفرغ لتربية أبناء، تربية أطفال. طب لو تحدثنا أيضا أستاذ اعتدال أنه الأب طبعا ملزم أنه بدفع المصاريف والتكاليف لأبنائه، وخاصة لما يكونوا في حضانة أمهم. في آباء ما بيلتزموا، يعني كتير ما بيلتزموا. هل أنا كأم لأطفالي أنا لوين أتوجه؟ إيش الإجراءات اللي أنا أعملها عشان أحصل على تكاليف أطفالي؟ نقطة كويسة، وفعلا في أسر كتير بتعاني. عندما يتمنع الأب من الإنفاق على يعني على أو الأبناء اللي هم الطفل المحضون أو الأبناء المحضونين في حضانة الأم، ليس له الحق في رؤيتهم، ليس له الحق في استضافتهم. جميل. يعني اللي هو الحق الطبيعي للأب عندما يكون الطفل المحضون في حضانة أمه في حضانة والدته، إنه هو يطلب من الحاكم الشرعي إنه هو يوفر له رؤية الأطفال هذول، رؤيتهم أو استضافتهم أو المبيت عنده لمدة يوم على حسب ما. ولازم يشترط أنت إذا بتنفق عليهم إلك حق. إذا أنت ما بتنفق إذا أنت ما انفقتش عليهم وراوغت الأم في النفقة وما دفعتش لها، ليس لك حق في استضافتهم ولا رؤيتهم. وما الإجراء القانوني يعني بشكل عام؟ ممكن ساعتها بتقول لك لا أنا خاف إنه ياخدهم مني أو يشهد فيهم، فهلكتها إيش بتقول لك؟ لا أنا إلكترونيا ممكن يشوفهم إلكترونيا، يتحدث معهم إلكترونيا. أما إنه هو يشوفهم يقعد عندهم ويكلمهم، أنت ما لكش حق إنك تنفقش عليهم. وهنا تركني أنا في خدم الحياة، هم أولادك. أنت انفق عليهم، ولك حق الاستضافة، لك حق الرؤية، لك حق المبيت، لك كل حاجة. أما أنت مش تتمنع في انفاق عليهم، سيبني أنا في خدم الحياة ما أعرفش من وين أجيب أنا القرش هذا عشان أربيهم، وأنت قاعد بتتنزعني في النفقة وبدك إياهم أوريك إياهم تشوفهم. لا، يبقى أنا أولى في حضرتك. كتير في عائلات الأب كتير في عائلات أو الأب يصل لمرحلة إنه يخطف أبنائه. إيش الإجراء القانوني إنه أنا كأم إيش أنا مثلا أتوجه لمركز شرطة، أتوجه لوين إنه أنا بدي أقدم فيه شكوى، وإيش الحكم اللي بينحكم عليه في ساعتها؟ إنه أنت خطفت أبناء، أنت ما بتصرف عليهم، ما بتهتم لأمرهم، مش موجود في حياتهم، لكن أنت زي بتنغص علي حياتي بشكل عام. إيش الإجراء؟ هذا تحت مسمى عدم أمانة الأب، بمعنى إنه هو إيش بتملص وكيدا، أحيانا في كيدا في المرأة، في الزوجة أحيانا مطلق، بتمنع ورغبة منه. يعني مش يعني في أكثر الرجال بكيدة. صحيح. طب أنت خدتيهم، طب والله لا خليها لوريكي، والله أنت حرة وراح ربيهم، وبالتالي راح سافر وسابهم تركهم، سافر وتركهم. لكن الست الشاطرة أو الأم الشاطرة إن هي ترفع عن النفقة وتتابع إجراءات النفقة هاي، تمنع من السفر. تقدر تمنع من السفر. أنت في أمانة وراك، أنت ملزم، مش يعني بكيفك، لا، الحضانة هيدي من حقي. طب لو من كان حقي لسن معين، أنا من حقي. لا. ولما تكمل حتى بعد السن هذه، إذا أنا وصلتهم للسن تانية برضو من حقهم الاختيار. طب لو كان له راتب معين من إحدى الجهات،
بيقدر القانون إنه ينصفهم بدون إرادة الأب إنه يأخذ نصف راتبه لهم بدون ما يأخذ إذنه؟ نعم هذا بسموه حق الامتياز. جميل. حق الامتياز. يمكن كتير في نساء ما بتعرف على هيك إجراء. لها تقريبا يعني هو يعني حتى لو كان عنده مثلا فلنفرض إنه هو موظف، الأب موظف وعليه نفقة أم في العدة، نفقة أولاد، وكمان في نفقة تانية كمان اللي هي اللي بدي أتطرق إليها، اللي هي توفير السكن الملائم لتربية الأولاد. هذا من حق الزوجة، من حق طالما هي تفرغت لأبنائها. طالما هي تفرغت لأبنائها هو من حقه إنه هو يوفر لها السكن ملائم لتربية هذول الأولاد. جميل. طب احنا يعني في بداية الحلقة تحدثنا أنه تم رفع السن الحضانة. برضو نقطة طرقنا إليها بس ما كملناهاش. نعم. يعني متى تلجأ الأم إذا كان فعلا تعنت نعم صحيح. في نفقة أو ما دفعهاش أو أنه كتير بتصير مع السيدات بأي معنى من معاني التعنت، الكيد، بدش تدفع غزن فيها، انت خدتيهم طب بدش ادفع لك، روحي حبسيني. صحيح. كتير بتصير. فبتلجأ المرأة إلى المحاكم، تلجأ الست في المحكمة ترفع قضية نفقة لأولادها. في البداية بتكون رفع دعوى نفقة، فبالتالي بتتبعها إيش اللي بيصير، إن هي بتروح على المحكمة وإيش بيصير إن هو بتعمل له أوامر حبس للدفع للحبس. بيجي هو بكل هيك صلب يعني بروح على المحكمة بقسط هذا المبلغ. إذا تراكم عليه مثلا 100 دينار بقول لك أنا مش قادر أدفع إلا 100 دينار. طب هو لأولادك، ما هو أنت يعني تراكم عليه من وين تجيب؟ لما تاخدهم عنها وتخليها هي تشوف نفسها وتمارس حياتها طبيعية، لما انت خليتهم اياها عشان حقها بس يعني فقط في الحضانة. انت تركها في خدم زي البحر، في خدم الحياة كده تحارب فيها. مش خايف على أولادك مثلا، مش خايف على أولادك من الفتنة مثلا، من وين حتجيب هذه؟ فالنفقة ضرورية حتى يعيش فعلا الطفل في جو ملائم. يعني كتير أستاذ اعتدال أنت بتشوفي حالات، شوفي إيش الأثر النفسي اللي بعود على المرأة. أنت بتشوفي الأم عندك في المحكم لما بيصدر القانون إنه خلاص بنشوف حالات طلاق يعني يرثى لها، والله يرثى لها والله العظيم فعلا. يعني أب ترك أولاده وسافر، الأم تخدم في البيوت أحيانا عشان توفر يعني ممكن ما تخزنيش يعني في شيء زي ما شفت المشاكل اللي هي بتصير في المجتمع، ممكن هي تلجأ لها أشياء تانية يعني هي تحصل على المال عشان تربي أولادها. لما تقول لك لمين أسيبهم، اللي هي عارفة تتزوج أبوهم مش موجود في البلد، ولا هي عارفة تتركهم لمين، ولا أهلهم كمان اللي هم الأب والجد والعم والعمة مش عايزين ياخدوهم. يعني هنالك أثر نفسي صعب، هي حرة فيهم. هنالك أثر نفسي صعب عليهم. بالضبط، بتأثر من هذا الطفل بتأثر فعلا. نعم. طب نحن تحدثنا في بداية الحلقة أيضا عن أنه تم رفع السن الحضانة لدى الأطفال ولكن لم يطبق. هل برأيك أن الانقسام الفلسطيني هو السبب في عدم تطبيق القانون حتى هذه اللحظة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لقيت القانون الجديد استنبط أكثر من حوالي 318 اللهم صل على سيدنا محمد. والله بدي أقول لك بس عشان المادة تكون مضبوطة يعني حوالي 380 مادة. القانون الجديد، قانون حوالي الشخصية الجديد 380 مادة. نعم. اقترحهم واستلهمهم من القانون الأردني. قانون الأحوال الشخصية الأردني. ليش الأردني؟ إيش معنى الأردني؟ أو مش المصري مثلا؟
لأنه دائما تبع قطاع غزة للمصري. في عنا مجتمعنا الأردني أقرب للمجتمع الفلسطيني في عاداته تقاليده. في بعض القوانين اللي هو تطبق في الأردن تطبق عنا، فاهم علي؟ فهو استنبط في بعض مواده من القانون اللي هو قانون الأحوال الشخصية الأردني، إنه يعني قريب الأقرب للقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني. يعني استنبط منه واستمد منه مبادئ القانون، يعني حوالي 380 مادة. يعني القانون الفلسطيني والقانون الأردني نفس شيء في سن الحضانة. نعم. برضك يعني لأنها بتربطنا فعلا عادات وتقاليد، يعني تقاليد شعبية واحدة زي كذا. هم الأقرب إن الأردنيين يعني. نعم. يعني في نهاية الحديث أستاذة اعتدال، حابة أسمع منك نصيحة للسيدات عندما تتعرض لهكذا مشاكل، أين تتوجه؟ بعدة نقاط. قبل ما تتوجه برضو للمرأة أيضا لها حقوق على الأولاد. صحيح. على الطفل اللي هو المحظوظ لها برضو حقوق. أنت أخذتي الطفل هذا بده يتربى تربية سليمة حتى يكون فعلا فرد صالح في المجتمع. إيش المطلوب منك؟ في حوالي 5 حالات أقرها القانون للمرأة إن هي إيش يعني تكون فعلا هي إن هي يعني تكون يعني عندها مبدأ الحضانة. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. أول حاجة قال لك إيش؟ أول شيء في الإسلام في شروط حضانة. لابد توفرها، سواء كانت في الأب أو الأم. يمكن أتطرق إليها. كتبت حتى اليوم والله أنا حطيت فيها نقاط. أول شيء الإسلام. كتير بتشوفوا في منازعات ما بين أجنبي وأجنبية، أو ما بين فلسطين وأجنبية، أو ما بين فلسطينية وأجنبي. كتير بتصير حالات كتير، والأيام هذه كترت. أول حاجة الإسلام. كيف يعني الإسلام؟ إنه هو لا حضانة لكافر على مسلم. لا حضانة لكافر على مسلم. كيف؟ يعني لو كانت الأم مش مسلمة أو كان الأب مش مسلم لا يحق له الحضانة. مثلا هو راح على بريطانيا فتزوج بريطانية وأنجب منها طفل، جاب طفله وأجا، هي رفعت في حضانة الولد هذا. شوفي هي طالبت بحضانته، لا يحق لها. جميل. أول شرط في الإسلام حضانة لا حضانة لكافر على مسلم. جميل. يعني يحق له إنه هو خلص جاب ابنه فعلا بده يعني يعيش في بيئة إسلامية، بده يعيش في بيئة اللي هو المجتمع اللي هو عايش فيه الوالد قبل هيك. فهذا نقطة. النقطة الثانية اللي هو العقل. يعني البلوغ والعقل. ماشيش مثلا أب 18 سنة تزوج وخلف ولد بتصير بروح بعد ما خلف هالولد طلق مرته بده حضانة الولد. هل يجوز؟ لا، لأنه اشترط أيضا المشرع اشترط إنه سن يكون بلوغ العقل. ما يكونش الأب مثلا ما عندوش أي إرادة من التصرف، ولا يعني لما يكون مجنون مثلا أو معتوه أو في هو من مسببات عدم الإرادة. هي هذا برضو لا، يبقى الحق للمرأة، الحق للزوجة تحضن الأولاد. الأمانة في السكن. كيف يعني؟ لا بقول لك لا، سواء الأب أو الأم. مثلا لو الأم مثلا تسكن في سكن غير ملائم لا يحق لها الحضانة. أنت بدك تنشئ طفل، أنت خدتيه عشان تنشئيه نشأة صحيحة. طيب الأم خدته وهو طالب بالأب بحضانته، لكن كان عايش في بيئة غير مناسبة، بيئة فاسدة. بتقدر تثبت في القانون انه بتثبت الاشياء هذه، انه هو مثلا يتعاطى.
هو يعني قاعد في كل الأب والأم والأخت مش كويسين، والأب يتعاطى والعم يتعاطى والجيران مش كويسين، فاهم علي؟ إذا البيئة اللي هو عايش فيها الطفل لا يحق له إنه هو فعلا هو يكتسب الحضانة من أم أو يأخذ الحضانة من أم. نعم. احنا قلنا لما في السكن والبلوغ والعقل زي ما قلنا لا حضانة لمجنون أو معتوه. القدرة سواء كانت مادية أو جسدية. مثلا لأن أنا أجبنا طفل واستحالت العلاقة الزوجية بيننا وانحلت طلاق، وأنا بدي أحضن الطفل هذا، هل أنت لك المقدرة المادية والجسدية لتربية هذا الطفل؟ فلنفرض حمل المسؤولية. فإذا كانت الأم تعاني من أمراض وبنيتها ضعيفة ولا تستطيع أن هي تربي هذا الطفل، الحضانة للأب. تحال الحضانة للأب مباشرة، مش قادرة، مش قادرة تقوم يعني تساعد حالها، كيف بدها تروح تساعد الطفل هذا في التربية؟ فقال لك لا، ما دام أي أحد الوالدين إنه هو نتج عنه إنه هو عند عدم المقدرة الجسدية والبدنية والمادية، تحل للطرف الآخر. هذه هي شروط الحضانة. يعني في النهاية أستاذة اعتدال، دائما كانت توصياتكم أن يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية من قبل القضاء. يمكن لو توصياتنا احنا فعلا اللي هي وزارة شؤون المرأة أعطت توصيات كثيرة وناقشت هذه التوصيات وأحلتها للمجلس التشريعي علشان يقرها، وبضرورة كمان اللي هو تمديد من أهم شيء تمديد حضانة الطفل. نعم. يعني العائق لهذا التمكين تمديد حضانة الطفل للأم اللي هي المطلقة لأبنائها حتى يصل 15 سنة. نعم. طيب ليش 15 سنة؟ بس أنا بلاحظ 15 سنة سن حرج. أيوة، لا مش سن حرج أيضا، هي خلص وصلته إنه هو أبلغ، سواء كانت بنت أو ولد. أبلغ، يعني أبلغ إيش يعني؟ أبلغ صار يعتمد على نفسه في الحضانة، في العاش، صار يعتمد على نفسه في لبسه، ما يحتاج شمه، في أكله يعني ممكن إنه هو راح أقل شيء بيعمل أندومي، يروح يقلي بطاطا، بيقلي بيض، بيقدر إنه هو يعتمد على نفسه حتى في الأكل، في اللبس، بعد حبش حد يذاكر له، خلص اعتمد على حاله في المذاكرة، تم التأسيس من البداية، الأم أو الأب إنهم يربوا. فهجت هنا في 15 سنة فيها حدا حق التخيير، حق التخيير للطفل أو الصبي، هلقيته صار صبي هلقيته حق التخيير. ما جيش أخير طفل أقول بدك تعيش مع أمك أو أبوك، يختلف من 7 سنوات ل 15 سنة. ما جيش طفل صغير أقول له بدك تعيش مع ماما يا حبيبي ولا تعيش مع بابا؟ على طول هيروح في حضن أمه. سبحان الله هيك الأمومة. الأمومة، العاطفة. لكن لما يكون هو مثلا عمره 15 سنة وحتى 12 سنة بيصير يعتمد على نفسه بدون الحاجة لحضانة أحد، سواء كان الأم، سواء يعني هو محتاج للأب في النفقة، محتاج للأم في الإرشاد، مش يعني هلقيتها بدها تلبسه بدها تأكله بدها تطعمي بنفسه، لا خلص بيعتمد على نفسه، بس بده إرشاد بده نفقة عشان يعني يقدر يواصل يعني الحياة ويواصل مشاكلها. يعني إسقاط. نعم. إسقاط النفقة، خلينا بالمرة نخلص هالموضوع هذا. نعم. متى تسقط النفقة عن الطفل المحضون عن الأم؟ نعم. تحدثنا في البداية يعني. هذا فيها نقطة كمان، يعني أحيانا بتجي إنه هي بتبكي وهي ظالمة جد والله. يعني أنا يعني في أمهات في بتكيد للأب، وكل الأب في منتهى الحنية ومنتهى الأدب. بنشوف فعلا حالات والله بدك تضر بيها، ومع ذلك احنا بنتعاطف معهم. ليه كونهن هي انت اللي بتكوني ماسكه قضيتها؟ ما بكون انا يعني بصراحه بحاول نوفق يعني في الحاله هذه. يعني اجاني واحد امبارح مرتي رفع علي
تفريق ورفع علي. طيب معلش اديني الدوافع اللي خلتها ترفع عليك تفريق. قلت له بتطعنيش، بس طاعة واللبس بديش تطلع يعني مكياجها، تلبس قميص قصير على بنطلون. وهي أصلا نشأت في تربية يعني إسلامية بحتة، يعني هي عاشت في السعودية وانت عارفة السعودية يعني يعتبر مجتمع مغلق. فبنهرها أن هي ما تمشيش، ما تتمكياجش، خلي زينتك لجوا. مش عجبها، قلت لك لا أنا بدي أمشي كيفما شئت، برغم أن عندها أولاد يعني شباب، يعني فوق 15 وفوق 25، يعني وزوجته حيكون جدة. لكن قلت لك لا، طب أنت ليش عايشة معها مثلا؟ قلت لك لا أنا بدي أعيش هنا في البيت، أخده وبدي أمشي على كيفي. هذه جبروت مرأة. وهنا أنت عاد في صف الرجل في الناحية هذه. يعني ما بنصفش كمان أنا بحط الملامة عليه هو. أنك أنت تماديت معها في الحرية معها في أنها تطلع وتنزل كيفما شاءت بدون ما تردحها. طب أنت أعطيتها الفرصة، لكن أنت لو وقفت عند حدها من أول إشي فعلا حتلتزم بيتها وحتكون زوجة صالحة. بس أنت ما أنشأتش منها زوجة صالحة، فهي تعرف تفعل ما بدها أو تفعل ما تشاء. يعني إحنا هنا اليوم جينا في الحلقة ننصف المرأة، ولكن بردك الرجل يعني في مرأة تشد عن القاعدة. نعم، في مرأة تشد عن القاعدة، ولكن الأكثرية في مجتمعنا المرأة يعني إيش بيقولوها المغلوبة على أمرها. والله فعلا احنا مجتمعنا مجتمع لسه مغلق يا أستاذة، ومجتمع لسه بده انفتاح شوية، ومجتمع لسه ما عطاش المرأة حقها كمرأة، وبنظر إليها بنظرية التدني أو بنظرية المرأة وإن هي ليس بديها لا بديها ولا جبولوها، ليس بديها حيلة ولا قوة. لكن لا، يعني في نساء يعني فعلا يعني تلعب دور الأب والأم مع بعض، وقوية وبتعطي وبتربي وبتشغل وبتعمل، وما شاء الله بتجاهد في الحياة. صحيح، فعلا يعني قصص النجاح للنساء كثير. نرفع لها القبعة، يعني نرفع لها القبعة. يعني نعم، يعني نتمنى أستاذ اعتدال أن يتم تفعيل القانون وإنصاف المرأة بشكل إن شاء الله كبير. في كمان اللهم صل على سيدنا محمد، كنت في نقطة اللي هي إسقاط أكيد يعني حنتحدث كتير يعني في محاور تانية أستاذ اعتدال. هي تسقط إسقاط الحضانة عن الأم. في أي من الحالات تسقط الحضانة عن الأم برضو. نعم. تسقط الحضانة لها شروط. تسقط الحضانة عن الأم يعني في حالة الوفاة، تنتقل تلقائيا إلى الأب. إذا كان الأب لا يعني مش قادر يبقى الجدة الأم اللي كانت مش قادرة تنتقل للأب. إذا كان الأب مش قادر تنتقل للجدة لأب. ما كانش في جدة لأب تنتقل للعمة الغير متزوجة. في مذاهب مثل الملكية والشرعية، كل واحد له مذهب، تنتقل للخالة. هي أولى، بقول لك الخالة أولى بعد الأم. مش بقول لك الخالة لما أو الهم عمة لما، والخالة مش عارفة يعني في يعني إذا لم تكن في خالة بكون عمة. نعم. وما كانش عمة تنتقل للعم، يعني في وين علت. هذه يعني من شروط اللي هو الحضانة، اللي هو أو من سبباتها اللي هو وفاة الأم. نعم. بعد هيك في كمان تسقط الحضانة عن الأم في حال زواجها. هذه معروفة يعني بشكل عام. كانت تتزوج مرة أخرى. هذا إذا مثلا كانت الأم اللي هي الجدة اللي هي الأم عايشة كانت قوية يعني بتقدر تربي، تنتقل الحضانة إلها. تنتقل الحضانة إلها ل7 سنوات ما بعد السن الطفل. جميل. وليس لغيرها، يعني بس للأم هي تبدأ أن هي إحنا في تطبيق القانون للأم دون غيرها 7 سنوات. شفتي؟ دون غيرها 7 سنوات.
جميل. ولا خلص هي الجدة توقفها، يعني توقف الطفل هذا وبعدين احنا بناخدها احنا نربيها خلاص. كمان في اللي هو الإهمال. إهمال الأم يعني. يعني أنت كنت جوزك وأخذت ولد منه وبسمع أنك سمع مش كويس جوزك، أنك أنت مهملة بتطلع وتتركيه. مثلا امك اللي انت حطيتيه مثلا في يعني اهلك، مش انت طبعا بقدم مستندات في القانون وانه بياخذ الحضانه. بعمه مثلا او عفوا خاله بينهروا، بيعملوهم مش كويس. انت مهملاهم في التربيه، في الانفاق، في كله وسايباهم في البيت هيك، بتروح وين ما بدك مع صحباتك وبتطلعوا وتنزلي ومهملاهم. تسقط الحضانه عنك لانك انت فعلا كنتش امينه على التربيه. هذه هيك شروط يعني تنتبه لها النساء، يعني إنسانية بحتة، مطلقات إنسانية بحتة. نعم. كمان اللي هو اعتبروا الإهمال في عدم تربية الطفل، اعتبروه عدم قيامها بتربيته تربية سليمة صالحة، يكون صالح في المجتمع يعني هذا الفرد. ثاني حاجة المرض، أو كانت مريضة. الشعر من المرض، مرض الأم إذا كان يعني مش قادرة فعلا جسديا أو بدنيا إن هي تعيل هذا الطفل أو تربيه، فعلا تسقط يسقط الحق في الحضانة إلى الطفل هذا. كمان في حاجة كمان هي احنا بنشوفها كتير والله، يعني المرض والوفاة في شروط برضو للحضانة والإهمال والمرض. في كمان شرط رابع وهذا هام جدا، صدور حكم قضائي ضدها. تكون في لديها قضايا في المحاكم على أن يكون هذا الحكم بات ونهائي ويكون ماس بالشرف والأمانة. هذا كمان برضو يسقط حقها في الحضانة. نعم. يعني أكيد معلومات جميلة أستاذ اعتدال، ويعني أنا سعيدة جدا بهذا الحوار. حبيبتي إن شاء الله يا رب يدوم إن شاء الله، ويكون فعلا يعني نبين فعلا يعني المبادئ القانون اللي بتكون يعني نعم. مخفية عن المواطن العادي، إنه هو نضع يعني الأمور هذه والمبادئ القانونية بسهولة قدامه عشان يفهم ما إله ما عليه. نعم. يعني أنا أتمنى أنه كثير من السيدات أن تشاهدين هذه الحلقة لمعرفة هذه صحيح. الأمور لتساعدها على تخطي الكثير من المشاكل صحيح. داخل القضاء. شكرا لك أستاذ اعتدال الشامي المحامي، نورتيني عبر قناة طلائع فلسطين. يعني كل الشكر لفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو مصطفى، وهذه تحياتي لكم من خلف الميكروفون حنان أبو شمالة. إلى اللقاء.